السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام أينما كنتم، متابعي قناة جايد لاين سبورت. الآن هذه ردة فعلي على ضربات الحذف الترجيحية بين المنتخب المغربي الشقيق وكذلك المنتخب الإسباني. نشوف هذه أول ركلة ترجيحية لحميد صابيري. يعني صراحة توتر وترقب كبير جدا. يلا صابيري، يا سلام عليك يا صابيري. هذه الركلة الأولى بنجاح للمنتخب المغربي، صراحة نقل التوتر إلى المعسكر الإسباني. الآن هيا ياسين بونو. ياسين بونو أنا أعتبره يعني صراحة حارس متميز جدا في الدوري الإسباني، قادر على أن يصد أكثر من ركلة. سرابيا نزل عشان يشوت ركلة، فهو نازل يعني مدرب غير ويليامز جونيور عشان يستفيد من سرابيا في ركلات الترجيح، فإن شاء الله يخذله. إن شاء الله هو قادر، سرابيا قادر على خذلان الإسبان، وإن شاء الله يكون يعني. يلا يا بونو، ضيعها سرابيا. يس الله عليك، أحلى يا سرابيا. راح معاها ياسين. يا سلام يا سلام، احنا قريبين جدا. يلا يا زياش، يلا يا زياش، يلا يا بن تشيلسي، يلا يا زياش. يا سلام عليك يا زياش، الله عليك يا حكيم يجيب من 17 متر ومن 30 متر، فهذه بالنسبة له يعني تدريبات فقط. وحتى هذا سولر نازل عشان يسدد ركلة ترجيحية، يعني إن شاء الله تلحق خويك. يلا يا بونو، يسارك يا بونو، يسارك. يا سلام يا بونو يصد الركلة الجزائية الثانية للمنتخب الإسباني. بدلاء انريكي يخذلون انريكي. يا سلام، شوف يا سلام عليك يا بونو. هيا يا شباب، الهدوء عشان نسجل الركلة الثانية مهمة جدا. بدر بنون. أو الركلة الثالثة، احنا سجلنا ركلتين، هذه الركلة الثالثة. يلا يا بدر، يلا يا بدر. لا يا بدر، لم تكن بدرا اليوم. معليش صراحة انريكي استعان ب يعني شباب متمرسين في ركلات الترجيح، الآن جاء الشايب بوسكيتس، هذا عمهم، هذا كبيرهم، هذا قائدهم، كبيرهم راح يضيع. خلاص استسلم انريكي، استسلم يا جماعة، هذا كبيرهم. يلا يا بونو، أول قلت لك يسار، الآن يمين يا بونو. يمينك يا بونو، والله يمينك يا بونو. يا سلام عليك يا ياسين، قريبين جدا. ركلة واحدة فقط. يلا يا بونو، نحتاج ركلة واحدة يا شباب. يا سلام، ورجله الثانية حتى ورا الخط. يا سلام عليك يا بونو، ملتزم بالتعليمات. ياسين بونو يثبت انه حارس امين، حارس متميز جدا. يعني احنا شفنا في المونديالات السابقة اكثر من لاعب في الدوري. مثلا احنا عندك اللاعب الكوري اللي كان يلعب في الدوري الايطالي، بعد ما سجل هدف الفوز في منتخب ايطاليا شفنا كيف حورب وطرد من الدوري الايطالي. هل الامر ما نتمنى انه يتكرر مع ياسين بونو حارس مرمى اشبيليا، حارس متميز جدا، حارس متميز وممتاز. وهذا اشرف حكيمي، هذا ولد الريال سابقا اللي ترعرع في اسبانيا. هل الان يكون قادر على تسجيل هدف التأهل؟ يا برودك
يا برودك يا اشرف يا حكيمي، يا برودك يا اشرف. خلاص المغرب الى دور الثمانيه مع الكبار. المغرب يتاهل رسميا لملاقاه الفائز من المباراه القادمه بين المنتخب البرتغالي والسويسري. المغرب شرفونا، المغرب صراحه حنا نحبكم بزاف. هذا هو المنتخب المغربي، هذا هو الاسود، هذول هم اسود الاطلس اللي دكوا الماتادور الاسباني. راح تندم يا انريكي، راح تندم كثيرا. الاعلام الاسباني ما راح يتركك في حالك. انت امنت بهذول اللاعبين، انت اللي اصريت عليهم بالرغم من الانتقادات الكبيره اللي وجهت لك. لكن المنتخب الاسباني بيدي لا بيد عمرو. المنتخب الاسباني يخرج من دور ال 16 على يد الاسود، على يد اسود الاطلس. في المونديال الماضي تعادل بهدفين لكل فريق. في هذا المونديال المنتخب المغربي يعبر اسود الاطلس، يعبر المحيط ويعبر الخليج ويتفوق على المنتخب الاسباني. الله عليكم يا مغرب، الله عليكم يا مغرب. لا تنسوا تشتركوا في القناه وتضغطوا زر لايك، واشوفكم قريب.